احنا قلنا الكوره فلوس. طيب انا بنافس مين؟ النادي الاهلي اكيد. طيب الاهلي مثلا في الرعايه بياخد مليار 600 مليون والزمالك بياخد في 4 سنين والزمالك بياخد 400 مليون. دايما لما بتيجي مثلا بتقيم، انت بتقيم الاول والثاني صح؟ في عدد البطولات. النادي الاهلي بطولاته اكتر محليا وافريقيا، فالطبيعي ان هو ياخد نسبه رعايه اكتر منك، فاهم ازاي؟ لكن انت لما بتدي مثلا الاول بتدي الاول النسبه العاليه عشان هو الاول. انت لو كنت في الوضع النادي الاهلي كنت هتاخد هذا المبلغ، وكان النادي الاهلي هياخد برضه نفس المبلغ. كابتن انا بقى لي سنتين الاول، انا بقى لي سنتين ورا بعض الاول والرعايه بتاعتي هو 4 اضعاف. انا بقى لي سنتين. انا بقول لك لازم الرعايه تزيد، يعني لازم. طب ما الاهلي بقى له سنين الاول برضه، خلينا نتكلم يعني ايه بالمنطق، يبقى لازم دي امور تسويقيه. تمام. ازاي انت بقى بتطالبني ان انا بقى ابقى اخد كل البطولات من الاهلي وهو بياخد 4 اضعافي؟ ازاي؟ ما انت لازم تنافس بقى، ما انت بطل، ما انت نادي الزمالك بطل. ايوه. فاهم ازاي؟ ممكن واحد يبقى معاه 500 مليون او نادي معاه 500 او 600 مليون بس العين ويتصرف احسن من نادي معاه مليار. انت عارف يا كابتن لما بتيجي ليه الناس بتقعد مثلا تتريق، مثلا فريق مثلا مرتبط باجنده مثلا زي الاهلي مثلا السنه اللي فاتت، فبتاجل له 8 ماتشات فكل الفرق تخلص والنادي الاهلي فاضل له ايه؟ 4 ماتشات. ده بيموت التنافس. خالد، ما التاجيلات دي ان برضك مثلا سواء للزمالك او للاهلي اللي انت بتمثل برضك بلدك في بطوله افريقيا، فلازم ياجل لك، لان في الاخر مثلا هيقولوا مثلا نادي الزمالك بطل افريقيا، نادي الاهلي بطل افريقيا، فلازم يبقى في تاجيلات يا خالد. يا كابتن تاجيلات بالثمانيه لازم يبقى في تاجيلات. طب ايه اللي بيخلي معلش مع احترامي لحضرتك، لا هو خوف. مين اللي بيخلي حضرتك؟ ايه اللي بيخلي النظام مش ماشي؟ واحده خوف من ايه؟ من اهو الجماهيريه بتاع انا عايز اجل هاجل. لا لا. طب ايه النظام ما بيمشيش ليه في مصر؟ عشان الناس مش منظمه. ما للاسف السنه الجايه يا كابتن الدوري بايظ. طالع فاصل شكلك؟ طالع فاصل، بس الدوري السنه الجايه بايظ لان الاستحقاقات غير طبيعيه السنه الجايه. ما تحكمش يعني على حاجه لسه من قبل ما تبدا. ما هو ده لان قال لك لو لعبنا 34 اسبوع في السنه الجايه مش هنخلص. انا اول مره اسمع الكلام ده صراحه، انا اول مره اسمع. لا كانوا بيقولوا كده بس هي لغايه دلوقتي مرفوضه. لسه مفيش قرار طلع يا خالد، بس نشوف قرار يطلع يعني.